واش في خبارك ان كيليان مبابي الموسم 2023 و24 غادي يتبع اللقاءات ديال الفريق ديالو باريس سان جيرمان انطلاقا من المدرجات بحالو بحال المحبين والانصار في حالتي الا ما رضخش المطالب ديال البريزيدون ناصر الخليفي؟ واش في خبارك المبلغ اللي عطاتو فيه ريال مدريد باش تستافد من الخدمات ديالو واش هو مبلغ تيرضي الاداره ديال باريس سان جيرمان ولا لا؟ واش كيليان مبابي حبا في ريال مدريد وحبا في الالقاب اللي باغي يدي معاها عصبه الابطال الاوروبيه وكاس العالم للانديه والمنافسه على الليغا والمنافسه على كاس الملك في اسبانيا، ام انه عنده راي اخر وتيفضل الاموال ديال ريال مدريد عوض باش يبقى في باريس سان جيرمان؟ كل هاد الشيء هذا وهاد التفاصيل الدقيقه غادي نحاول نشوهدوها في هذا الفيديو وبقاو معنا حتى الاخر. لكن قبل ما نبداو تنطلب من الاخوان المتتبعين يساندونا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناه باش نحاولوا اننا ديما نوافيكم بالجديد. وكذلك غادي نطرقوا للموضوع الاخر ديال كاس العرب للانديه اللي مشاركه فيه فريق الرجاء وفريق الوداد البيضاوي. كيليان مبابي الفتى الذهبي اللي عنده 27 سنه واللي المؤهلات كلها ديالو انفجرات في فريق باريس سان جيرمان. اذا الفريق عنده عليه واحد الفضل كبير الصراحه ان هذا الفتى الذهبي هو اللي قاد فريق فرنسا او المنتخب الفرنسي المقابله النهائيه ديال كاس العالم 2022 اللي تقامت في قطر وانهزم في المقابله النهائيه ضد المنتخب الارجنتيني. يعدي ما تحكيش يعطي كره هرنانديز يرجع بالكره جول 1-0 كيليان باش يعدي. اذا المؤهلات الكبيره ديالو هي اللي جعلته انه يرفع منتخب فرنسا يهزو على كتفه ويزيد به حتى للمقابله النهائيه. هنا ولات العيون ديال الانديه العالميه كلها تتهافت باش تستافد من الخدمات ديال كيليان مبابي. ريال مدريد مؤخرا سمعنا برشلونه كذلك الفرق الانجليزيه العملاقه، لكن الصفقه الاهم هي اللي تقدمت بها الاداره ديال ريال مدريد وعطات في الحدود ديال 100 مليون اورو للفريق ديال باريس سان جيرمان. لكن هنا ولات واحد الازمه اللي هي صامته والاطراف ديالها هي الفريق ديال باريس سان جيرمان واللاعب نفسه كيليان مبابي والاداره ديال ريال مدريد. علاش هاد الازمه وكيفاش الحيتيات ديالها؟ هو ان فريق باريس سان جيرمان رفض هاد العرض هذا ورفض هاد المبلغ وقال بان المبلغ الحقيقي ديال كيليان مبابي هو 200 مليون اورو. لكن هاد الازمه ماشي هي في الحقيقه هي تتعلق بالاموال، تتعلق في العقد اللي غادي ينتهي ديال كيليان مبابي في 2024. هنا الاداره ديال باريس سان جيرمان تتهدد اللاعب تتقول له في حاله انك الا ما رضختيش للمطالب ديال الاداره ديال باريس سان جيرمان ورفضتي هذا العرض هذا راه تنهدوك بانك غادي تتفرج في المدرجات بحال المتفرجين فريق باريس سان جيرمان حتى لحدود النهايه ديال العقد ديالك. اذا هي فريق باريس سان جيرمان باغي يجني على كيليان مبابي وباغي يخليه حبيس المدرجات وحبيس الازمه النفسيه اللي غادي يتعرض عليها في حاله انه رفض هذا العرض هذا. لكن ريال مدريد تتقول انها ما يمكنش تزيد فوق هذا العرض هذا وهي تتلعب السانتاج لان العقد ديال كيليان مبابي غادي يتسالى في 24 وبالتالي باغا تستافد من واحد الصفقه اللي هي انتقال حر. شنو تيعني الانتقال الحر؟ تيعني ان اللاعب هو اللي عنده الحق انه يسني مع ريال مدريد ويستافد من الاموال وبالتالي الفريق ديال باريس سان جيرمان ما ياخذ حتى ريال من ديك الصفقه. هنا ناصر الخليفي تيقول له خصك تجدد العقد ديالك حتى 2026 ولا 27. ينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في عام 2024 بإمكانه التمديد لعام إضافي. إذا انتهى العقد ولم يجدد مع نادي العاصمة يستطيع الرحيل إلى حيث يشاء، وهذا سيناريو محتمل لأن مبابي لم يخفي رغبته بالرحيل عن النادي الباريسي في أكثر من مناسبة ولكن تلميحا، لكنه الآن قالها بوضوح هذه المرة. يقول: أعتقد أن اللعب لباريس سان جيرمان لن يساعد كثيرا، إنه فريق منقسم. منقسم؟ أتعرفون ما معنى هذا؟ إنه إذا أكمل اللعب مع باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده ولم يجدد فإنه سيرحل ببلاش ويخرج من النادي من المولد بلا حمص. لذا رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي قال: عليه أن يقرر
الأسبوع المقبل أو على الأكثر خلال أسبوعين، إذا لم يرغب في توقيع عقد جديد. فالباب مفتوح، لا أحد أكبر من النادي. باش ان الاداره ديال باريس سان جيرمان تستافد من الصفقه ديال كيليان مبابي. هنا بقى الصراع ما بين ثلاثه ديال الاطراف، ريال مدريد، كيليان مبابي وفريق ديال باريس سان جيرمان. حنا تنشوفوا من جهتنا ان هذه الصفقه هذه خصها تكون متساويه وتتهمنا المصالح ديال اللاعب، لان شكون الخاسر في حاله ان كيليان مبابي ما شفناش في الملاعب السنه المقبله او الموسم ديال 23 و 24؟ هي الجماهير الرياضيه الصراحه اللي تستمتع بالمؤهلات ديال اللاعب، وتنتمناو ان هذه الازمه هذه تنتهي. هنا كيليان مبابي واش تيفضل فعلا الالقاب ديال ريال مدريد وباغي يدي معاه الالقاب لانه ما داهاش مع فريق باريس سان جيرمان واللي كان تيتنافس عليها تقريبا يدي واحد 3 ولا 4 ديال المواسم وعمره ما دا معاه شي لقب اوروبي؟ هنا واش هو فعلا تيحب الالقاب او انه باغي صفقه ماليه ويدخلها الرصيد الحساب ديالو؟ كل مكونات ما يمكن حتى شي واحد يعرفها، او الخبايا اللي تدور ما بين فريق باريس سان جيرمان وكيليان مبابي وفريق ريال مدريد. حنا اللي تنطلبوا اننا بغينا نستافدوا من الخدمات ديال هذا اللاعب ونستمتعوا بلعبه كره القدم. البطوله العربيه للانديه اللي غادي تقام في المملكه العربيه السعوديه ابتداء من 27 يوليوز 2023 واللي تاهل لها 16 فريق. هاد 16 فريق كاين منهم 4 ديال الفرق اللي هي ديال السعوديه اللي هي الهلال والنصر والاتحاد والشباب، في حين كاينين 2 ديال الفرق من المغرب اللي هي الوداد والرجاء، وكذلك كاينين 2 الفرق من تونس وفريق من الجزائر، وكاين الكويت الكويتي، وكاين الوحده الاردني، وكاين 2 ديال الفرق عراقيين، وكاين 1 ديال البحرين. اذا هاد 16 فريق كامله اللي غادي تنافس على هذه البطوله، علما ان الجوائز الماليه ديالها مهمه بزاف. الفائز بالرتبه الاولى واللي غادي يهز الكاس العربيه للانديه غادي ياخذ 7 مليون اورو، والفائز بالمرتبه الثانيه غادي ياخذ 4 مليون اورو، في حين اللي غادي يفوز بالمرتبه الثالثه والرابعه غادي ياخذ 5 مليون اورو غادي يتقاسموها بجوج بهم. اذا هاد المبالغ المهمه غادي تزكي الخزينه ديال هاد الانديه العربيه. حنا تنشوفوا ان الانديه السعوديه عندها من الامكانيات ما يكفي باش جلبات لاعبين من طراز عالمي، كريم بنزيما ورونالدو وكذلك كونتي ولاعبين اخرين برازيليين وارجنتينيين اللي هما كبير وما زالت تدير صفقات اللي هي عالميه. اذا هاد البطوله هذه غادي تعرف واحد الزخم اعلامي وواحد المتابعه جماهيريه. حنا اللي تيهمنا هو فريق الوداد وفريق الرجاء، وتنتمناو انهم يوصلوا للبوديوم ويكون لهم نصيب من هذه الاموال هذه لانهم في امس الحاجه ليها. لنا الاخوان تيسالي الفيديو اللي عجبو يضغط على زر اللايك والاشتراك في القناه باش نحاولوا ديما نوفيكم بالجديد.